السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير او مساء الخير على حسب انتوا هتشوفوا الفيديو ده اي وقت. وبعد الغياب الطويل ده كتر خيركم يعني، وكتر خير انا كمان على الفترة دي. الحمد لله يا رب، وربنا يسترها معانا جميعا ويعدي كل الفترات اللي احنا بنعدي فيها اللي مش حلوة على خير يا رب. اللهم امين. ربنا يسعدكم جميعا. تعالوا بس على السريع كده، النهاردة هنعمل أكلة معاكم على السريع. وحشتوني ووحشني الكلام معاكم جدا، بس غصب عني والله ان انا غبت عنكم الفترة دي. طبعا مش هنضيع في وقت الفيديو كتير، وكمان مش هطول عليكم في وقت الفيديو على قد ما اقدر. قلت بس عشان نفكر بعض كده، وكمان وحشتني طريقة الكلام معاكم. انا ندى احمد. لو اول مرة تشوفوني لايك وشير للفيديو ده. زي ما انتم شايفين في بداية الفيديو كان معانا كيلو لحمة، وعليه حتة يعني مثلا ربع كيلو غير كيلو اللحمة الصافي، ربع كيلو من الدهن او اللي على حسب المتوفر عندي. طبعا شوحت بصلة ومعاها قرنين فلفل زي ما انتوا شايفين كده، او قرن واحد يكون كبير. طبعا انا حاطه قرنين صغيرين، وبعدين حطيت عليهم فلفل اسمر وحبة ملح، وقلبتهم في بعض كويس جدا، وحباية واحدة بس من الطماطم زي ما انتوا شايفين كده. بس كده هنعصج اللحمة بتاعتنا ونهدي عليها النار، ونسيبها تاخد راحتها كده. ونحط معانا في حلة على النار، هنحط فيها حبة ملح وشوية زيت، ونكمل الحلة عليها مية. طبعا الحلة دي هنعمل فيها اظن الرؤية بانت معاكم ووضحت الوقت احنا هنعمل هنسلق فيها المكرونة زي ما انتوا شايفين كده. انا عاوزة المكرونة بتاعتنا تكون 3/4 سوا، يعني ال10 دقايق اللي هي هتتحطهم في الفرن تكون تمام. مش عاوزاها سوا كامل، في ناس بتسواها سوا كامل. لما اكون مثلا الفرن حامي جدا جدا هدخلها تحمر في 3 4 دقايق وتخرج. انما انا هنا هخليها تاخد في الفرن 10 دقايق، تاخد لون ذهبي خفيف جدا من تحت وبرضو لون ذهبي من فوق. دول 2 كيلو مكرونة. طبعا حابة تقللي حابة تزودي، دي حاجة ترجع لراحتك. وزي ما انتوا عارفين ان احنا بنعمل البشاميل بتاعنا على البارد. دول 4 كيلو من اللبن الحليب الطازة لسه زي ما انتوا شايفين كده جاي النهاردة. عليه كم معلقة دقيق، عليه 7 أو 8 معالق دقيق على حسب ما بتشوفيه القوام بتاعه معاكي. انا هنا حاطة 8 معالق دقيق، ومعلقتين كبار سمنة بلدي، ومعلقتين قشطة زي ما انتوا شفتوا دلوقتي كده. القشطة دي طعمها بيكون واضح جدا في المكرونة، وبتفرق جدا على فكرة معاكم كمان. طبعا هي لو موجودة عادي، لو مش موجودة برضو مفيش مشكلة. لو وصلتوا لحد هنا بقى يا حلوين، ما تنسوناش في اللايك والشير ليوميات ندى. شايفين المكرونة بتاعتنا بقى دلوقتي في الفرن عملت صينية كبيرة وكمان صينية صغيرة وسط زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هي معانا في الفرن كمان هتحمر وهتاخد اللون الذهبي الجميل زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. جمال وحلاوة مش قادرة اوصفلكم. طبعا اسفة على الغياب الطويل، بس غصب عني والله. يا رب يعدي الدنيا معاكم على خير، ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه، ويسعدكم في حياتكم دايما يا رب. زي ما انتم شايفين كده المكرونه بتاعتنا خلاص هنا. هطفي عليها الفرن وهنشتلها بقى ونبتدي ناكل. وصلت هنا نهايه الفيديو، انتظروني في فيديو جديد واشوفكم.